يعني انت تمشيها من البيت ليه؟ يعني هي واحدة قاعدة في بيتها، انت مش مستضيفها ولا مأجر لها مفروش. دي مراتك على سنة الله ورسوله، قاعدة في بيتها. يعني ايه امشي؟ انا مش عايزك، انا مش طايقك. ليه؟ هي عملت لك ايه؟ لما انت واحد بتخش بيتك بتلاقي كل طلباتك مجابة، مراتك مستنياك في شكل، في مظهر جميل، اكلك موجود، شربك موجود، هدومك نظيفة، كل حاجة تمام. بتتعامل معاها كده ليه؟ بجد والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل في كل راجل ما يتقيش ربنا في مراته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، يا متابعيني، يا اخواتي، يا كل حاجة حلوة في حياتي. انتوا على راسي وفي قلبي من جوه. بشكر كل حد اشترك في قناتي جديد، ربنا يبارك لك ويحفظك بعينه التي لا تغفل ولا تنام. حبايب قلبي وحشتوني وشرفتوني. اللي ما يعرفنيش انا سلمى شاكر، قناتي بتتكلم عن كل ما هو مفيد. يا رب ان شاء الله تعجبكم وتكون كده في رضاكم. طيب حبايب قلبي، من الاول نصلي على سيد الخلق اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام، ونترحم على موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم كل عزيز وغالي فقدناه، اللهم ارحم امي وامهات المسلمين يا رب العالمين. طيب حبايب قلبي، قبل اي حاجه نفعل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد. ما ننساش اللايك يا حبايبي، واللي ما اشتركش في القناه يشترك وينورني، وان شاء الله باذن الله كده تكون قناتي يعني تعجبكم. طيب احنا هنتكلم في ايه النهارده؟ احنا هنتكلم في قصه واقعيه من الحياه، قصه بتحصل معانا. في واحده بعتت لي قصتها، بتقول لي انا قبل ما اخد قرار في موضوع الطلاق يا مدام سلمى عايزه احكي لك حكايتي، ويا ريت تتكلمي فيها وتعرضيها. عايزه اعرف رايك وراي الناس، لان انا محتاره. انا واحده بحاول احافظ على بيتي بقدر المستطاع، لكن جوزي مش عاوز كده، جوزي عايز يخرب البيت باي طريقه. طيب انا قريت قصتها وقلت قبل ما اعمل اي حاجه هتكلم معاكم فيها، وهستنى رايكم في التعليقات. عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم وايه الحكم اللي انتوا تحكموه. طيب الاستاذ المحترم اللي انا مش هقول اسمه، اللي انا عايزه عشان عايزه يعرفني ويوصل لي ويعرف ان انا اتكلمت عليه. ست مراته بتعمل كل شيء كويس، بتحاول ترضيه بكل انواع، بكل طريقه. يعني الست بتتصل على جوزها مره واثنين وثلاثه، بتطمن عليه، بيجي البيت بيلاقي مراته مظهر انسانه مهتميه بنفسها، اكله موجود، لبسه نظيف مكوي، اللي هو عايزه بيتعمل، مفيش اي شيء مقصره فيه. طيب حضرتك انت كاره مراتك، بتقول لها انا مش عاوزك، كل ما تخش البيت تضحك، ما تضحكيش معايا، انا داخل تعبان، انا داخل قرفان. الاستاذ المحترم اول ما في تليفون معين بيرن عليه بيخش الاوضه ويقعد ساعه يتكلم، وصوت الضحكه بتاعته اللي ما بيطلعهاش مع مراته بتيجي في التليفون. طبعا احنا كلنا كده فاهمين ان فيها واحده تاني في حياته. طيب انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، الست دي اللي انت بتكلمها في التليفون ومفضلها على مراتك في كل حاجه، اللي مكرهاك في مراتك، طيب يعني انت بتقول ان هي احسن من مراتك. طيب هي مراتك عملت معاك ايه وحش؟ يعني انت متجوز على سنة الله ورسوله، والست محافظة عليك وعلى بيتك. انت عارف واحدة من الشارع، معلش مع احترامي ليك، ما هو الراجل، ما هو الست اللي تكلم واحد وتعمل معاه علاقة وتتصل بيه في التليفون تبقى عارفاه من هو متجوز ومخلف ومعاه عيال وتخرب بيته، ربنا ينتقم منك يا شيخ. ليه تخربي البيت؟ ليه؟ وانت ليه تفكر في واحدة غير مراتك؟ الست مش مقصرة معاك في اي حاجة، ليه تعمل كده؟ يعني بجد والله العظيم انا مش عارفه، في مجموعه من الرجاله عينهم ما يملهاش غير التراب. يعني ده انا اعرف ناس الواحد بيخش بيته بيتمنى ان مراته تضحك في وشه. افردي وشك شويه، نفسي اشوفك مبسوطه، نفسي اشوفك فرحانه. دي بتخش بتلاقيها مبسوطه، بتلاقيها فرحانه، بتلاقيها تعمل لك كل حاجه. انا مش عارفه انت عاوز ايه بالظبط، وفي الاخر بتقول لها انا مش طايقك، وزي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. طب حضرتك اللي دخلت وعايز تطلع، يعني احنا عايزين بس نعرف السبب، ايه السبب اللي عملته مراتك يخليك انك عايز تطلقها؟ عشان انت عارف واحده جديده، والله اعلم هي عامله لك ايه، او يعني موصلاك لفين، احنا مش عارفين. بس مراتك اثرت معاك في ايه؟ ليه كل واحد ما يتقيش ربنا في مراته؟ الست اللي انت واخدها دي خدتها من بيتها وبيت ابوها، ابوها تعب عليها وصرف عليها واداها لك امانه في رقبتك عشان تحافظ عليها.
ليه تبهدلها كده معاك؟ ليه؟ انت دلوقتي ترضى ان اختك يتعامل فيها زي ما بيتعامل مع مراتك؟ انت دلوقتي لو جوز اختك كلمك او اختك كلمتك تعالى الحقني جوز ضربني، هتعمل فيها 7 رجال وتطلع تطير عشان تشوف اختك ايه؟ انت تكلم اخته ازاي وانت ازاي تعمل ازاي؟ طب ما هي برضه انت واخدها دي بنت ناس وليها اخ وليها اب يخاف عليها، انت عايز تعمل فيها كده ليه؟ هي عملت لك ايه؟ يعني انا عايز اعرف الست دي عملت لك ايه؟ الست بتقسم بالله العلي العظيم ان مفيش اي شيء مقصره فيه معاك. ليه كارهها وليه مش عاوزها؟ واشمعنى كنت كويس معاها ومن اول ما دخلت واحده في حياتك عايز تسيبها؟ طب انت مش عارف ان دي كده سبب الخراب؟ ماشي يا سيدي، مراتك مشت وخيت العيال او سابت لك العيال واتجوزت دي، انت دلوقتي مش خايف على عيالك لما يعيشوا مع مرات اب هيتعمل فيهم ايه؟ ما هي قالت لي انا لو سبت البيت ومشيت واتطلقت انا مش هاخد عيال، وانت معاك 3، معاك بنتين زي القمر ومعاك ولدين، اتقي ربنا فيهم يا شيخ، يا شيخ اتقي ربنا فيهم. يعني والله العظيم بجد يعني انا مش عارفه في بعض من الرجاله بيعملوا كده ليه؟ ليه بتعمل كده؟ هي دلوقتي هتطلق وهتسيبك، وانت اتجوزت اللي انت عارفها دي، انت عارف هتعمل مع اولادك ايه؟ هتربيهم ازاي؟ هتعمل معاهم ايه؟ هتبقى مطمن عليها؟ ما هي زي ما عرفتك هتعرف غيرك. يعني مش تسيب بنت الاصول المتربيه الست الكمل الست المحترمه وتاخد واحده من الشارع عشان انت بتحبها ومراتك قمه من الجمال؟ يا شيخ اتقي ربنا، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت بتعمل كده ليه يعني؟ بصوا يا جماعه، انا هستنى رايكم في التعليقات على حكايتنا دي وتقولوا لي رايكم ايه. ان ست مش مقصره في حق جوزها باي طريقه، بيخش البيت من الشغل بتكون لابسه احلى واجمل واعظم لبس، حاطه ميك اب، مجهزه له الاكل اللي بيحبه، هدومه مكويه، المكان نظيف، مفيش عنده اي غلطه في البيت، واول ما يخش البيت يروح الكلمه اللي قايلها الحمد لله على السلامه، الله يسلمك. في حاجه؟ يعني ايه في حاجه؟ مراتك بتقول لك الحمد لله على السلامه، يعني ايه في حاجه؟ اول ما يخش ما يكملش 5 دقايق يجيله التليفون يرمح يجري على الاوضه ويقعد السهره بالساعه وصوت الضحكه بتاعته بتملى البيت. طب ما تضحك مع مراتك، طب ما تضحك مع اولادك، انت بتعمل كده ليه؟ يعني انا مش عارفه اقول ايه، والله العظيم ما عارفه اقول عليك ايه يعني. عموما يا حبايب قلبي انا هستنى رايكم في التعليقات وتقولوا لي رايكم ايه وهنتكلم مع بعضينا، وان شاء الله اشوفكم على خير. واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.